كل الحاجات الغبيه اللي ممكن اي عروسه تعملها انا عملتها. طبعا جيت يوم الفرح عييت، ما همنيش ولا شعري ولا لبسي ولا اي حاجه. عروسه ترفض ارتداء الحلق في ليله زفافها، ودي اكتر لحظه انا بحبها في الفرح. يا لهوي انا عيطت بدموع، تصدقني تلاقيه شتمني، مش عارفه هو قال لي ايه. بتضحكي ليه يا سخيفه بنت يا سخيفه؟ انا طبعا بالنسبه لي ده مش فرح، ده بالنسبه لي فيلم كوميدي. عاملين ايه؟ كيفكم؟ شخباركم؟ اسراء انت واثقه من الفيديو اللي انت هتعمليه النهارده؟ لا خالص. امال ليه قررتي تعمليه اصلا؟ عشان انا بحب افضح نفسي واحرج نفسي واوري كل الناس كل المواقف المحرجه اللي حصلت لي في حياتي. جماعه انا مش عارفه انا بعمل كده ليه بجد، بس في حاجه جوايا عماله تقولي يلا احرجي نفسك، وريهم كل المواقف الهبله المحرجه اللي انت وقعتي فيها في فرحك. والحاجه اللي مخليه دماغي نفسها تعمل كده هو ان انا نفسي اضحك. يعني انا كل ما بتفرج على فيديو فرحي بموت من الضحك. جماعه انا عملت كل الحاجات الغبيه اللي ممكن اي عروسه تعملها انا عملتها. فكل ما بنتفرج انا ويحيى واخويا واهلي كلهم بنفطس من الضحك عليا، فقلت ليه لا، ليه ما شاركوش كل المواقف المحرجه اللي حصلت لي في الفرح، وبالمره بقى اوريكم الصور وشكلي كان عامل ازاي. مش عايزه اخبي عليكم اي حاجه في القناه الجديده بتاعتنا. وكمان لما سالتكم سؤال صغير اللي هو لو عايزين تشوفوا حاجه من الفرح الفيديو اللي فات، غرقتوني كومنتات كلكم بتطلبوا ان انا اوريكم الفرح، فانا هعمل كده. هل هندم على ده؟ اكيد. هل احتمال امسح الفيديو بعد ما انزله؟ لو اتريقتوا عليا ممكن. يا ربي شكلي كان غبي. يلا نبتدي. اول حاجه انا اخترت انه فرحي يكون في يوم مميز قوي، يوم 22/2/2022. قلت كده 2 و2 فاهمين، يوم مميز. بعد الفرح اكتشفت انه كان مليون بني ادم اختار نفس اليوم. في يوم عيد جوازنا لما بفتح الانستجرام بلاقي ايه ده، كل دول اتجوزوا في نفس اليوم. طلعت انا مش مميزه ومش انا الوحيده اللي مفكره ان انا عايزه اتجوز يوم 22/2/2022. فانا فرحي كان من سنتين بالظبط. كل اللي انتوا هتشوفوه ده اسراء من سنتين. انا كل ده عماله اخر عشان مش عايزه اوريكم الفيديو، بس انا يعني هنوصل للنقطه ان انا لازم اوريكم. يلا ندخل في الموضوع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا بالنسبه لي ده مش فرح، ده بالنسبه لي فيلم كوميدي. محمد اند اسراء، المعلومه اللي كل الناس محتاره فيها، اسم زوجي العزيز ايه؟ هو اسمه محمد يحيى، بس لما انا قابلته في الجامعه كان كل الناس بتندهله يحيى، فانا كنت بالطبيعي بقول زيهم، فانا فضلت 5 سنين الكليه اندهله يحيى. فبعد كده لما هو اتقدم لي وقابلت بقى مامته واهله اكتشفت ان هما بينادوا له يا محمد، فانا كل شويه اكون بكلمه فاقول له يا يحيى. عارفين بقى مين يبص؟ بابا محمد. ايه يا اسراء في حاجه؟ اللي هو اقول له لا يا عمو انا بكلم محمد. فبعد شويه اقول له يا يحيى ايه اللي انت بتعمله ده؟ فبابا يبص لي يقول لي انا يا بنتي بتكلميني انا يا بنتي كده؟ فلا يا عمو انا بكلم مين؟ محمد. فانا اتعلمت لما ابقى في بيت يحيى اقول له يا محمد، عشان لما اقول يا يحيى بتحرج كل مره وباباه هو اللي بيرد عليا مش محمد ذات نفسه. هو اسمه ايه؟ هو اسمه يحيى، انا متعوده عليه اسمه يحيى وبندهله يحيى ومش عارفه اندهله يا محمد. اوكي فاحنا كلنا هنعتبر ان هو اسمه يحيى. دي اول دخله ليا انا ويحيى على المكان، كنا مكسوفين ومحرجين. جماعه قبل ما نبدا لازم اقول لكم على حاجه مهمه قوي وسيئه قوي واوحش حاجه حصلت لي في فرحي، وهو ان انا طول ال6 شهور اللي قبل الفرح كنت زي الفل، صحتي تمام، ما فينيش اي حاجه. جيت بقى يوم الفرح جالي برد شديد قوي قوي قوي، انا مش عارفه، بس اتقال لي انه معظم الوقت الناس اللي داخله على جواز بتاعي. اول لما انا ابتديت ارشح كده ويجي لي البرد قالوا لي بس هي دي المرضى اللي بتيجي في الفرح، فانا اقتنعت. بس اكتشفت بعد كده ان هما كانوا بيقولوا لي كده عشان يهونوا عليا ان انا تقريبا العروسه الوحيده اللي عيت يوم فرحها. يا اختي يا خلاص يا كيوت، والله انت عيانه، عماله تضحكي وتبيني للناس ان انت كويسه وانت عيانه. اول حاجه محرجه حصلت، المفروض يا جماعه في يوم كاتب الكتاب لما بتدخلوا القاعه بيكون في ترابيزه وحواليها كراسي بيقعد المأذون والعريس والعروسه عشان يكتبوا الكتاب. فاحنا اول لما دخلنا القاعه الطبيعي نعمل ايه؟ نتوجه ناحيه الترابيزه ونقعد عليها، فده اللي احنا عملناه. طبعا داخلين عصافير الجنه، داخلين بقى نقعد على الترابيزه على طول. انا فاكره لحظتها الراجل بيقول لنا رايحين فين؟ لو بجد انتوا رايحين تعملوا ايه؟ فاحنا ايه المشكله؟ لا انتوا المفروض تروحوا تقعدوا في حته تانية الاول، ولما بقى المأذون يجي بقى ويقعدوا يعملوا شويه حاجات تبقوا تيجوا تقعدوا على الترابيزه. طب ما انا ما اعرفش، انا دي اول مره اتجوز، بتحرجني ليه في الفيديو بتاعي؟ رحنا طبعا انا عماله اضحك، انا هنا كدابه، انا متضايقه جدا ومكسوفه جدا ومحرجه جدا. تاني موقف محرج، اتفضلوا رايحين نقعد، قعدنا
الراجل نفس الراجل اللي شافنا عملنا حركه غبيه في الاول جه تاني عشان يقول لنا انتوا عملتوا حركه غبيه تاني. ايه الحركه؟ انه المفروض بدل ما انا اقعد هنا وهو يقعد هنا، المفروض نقلب، انا اقعد هنا وهو يقعد هنا. انا اعرف ازاي عمو لو انت بتتفرج عليا، انا اعرف ازاي ان انا المفروض اقعد على الشمال؟ انا ما اتجوزتش قبل كده. هل نسكت ونحترم نفسنا ونبطل نعمل مواقف محرجه؟ لا، جينا نقعد. نفس ذات الراجل. حضرتك بتقعد ليه؟ المفروض اعمل حاجه تانية غير ان انا اقعد؟ انا شفت كرسيين فحاسه ان انا المفروض اقعد. لا حضرتك المفروض تقف تتصور الاول وبعد كده تقعد. قول لي من الاول ان انا المفروض اعمل كده، ان انت احرجتني وانا داخله، واحرجتني لما قعدت في مكان غلط، واحرجتني لما جيت اقعد في المكان الصح. كل ده في دقيقه واحده، كل ده حصل في دقيقه واحده. يا جماعه حاسه ان انا اخد جايزه اغبى عروسه. جماعه والله الابتسامه دي تحمل في طياتها الكثير من الالم والاسى. انا كنت موجوعه، انا هنا متألمه. بتضحكي ليه يا سخيفه؟ بنت يا سخيفه بتضحكي ليه؟ والله بصوا هنا في اللحظه دي بان الالم على وشي، ما قدرتش اخبيه اكتر من كده. كفايه كدب بقى وكفايه تصنع. عملت لي حركه كده تعبانه، وبعد كده بصوا تعبت لحظه ورجعت اضحك تاني. سخيفه. قعدنا الحمد لله، الراجل افرج عننا وسابنا نقعد. يا جماعه انتوا في اليوم ده لازم تبقوا عارفين حاجه، انتوا مش احرار. الشخص اللي ماسككوا هو المصور، ده هو متحكم فيكوا في كل حاجه. انتوا مش احرار، تقدروا تقعدوا في اي وقت انتوا عايزينه. تقدروا مثلا ما تبقوش مبتسمين عاملين كده، لا لازم تقدروا عاملين كده. لو ما عملتيش كده الراجل يا انسه اضحكي بعد اذنك. نكمل. طبعا كنا قاعدين بيعملين يصورونا بقى من كل حته، وكل الناس عماله تصور، كل الناس. بصوا لقطني بعمل ايه. بصوا والله العظيم كنت بعمل كده. يعني من كتر الوجع حسيت انه ظهري واقف، وكنت لابسه كعب. يعني انتوا شايفيني هتقولوا لي ايه ده فرق الطول، يحيى اطول. انا كنت لابسه كعب مش عارفه 7 سم او حاجه زي كده. لا مش 12، بطل كذب ليه؟ انا قد كده ولا 9 انا كنت بكذب بقول 7، بس بصراحه هو 9. كنت بقلل بس هو مع المرض ومع الكعب كنت لابسه فستان كمان كورسات اللي هو بيبقى مشدود على الوسط قوي، فكنت مش عارفه اتنفس وواقفه على ارتفاع جبل ايفرست وعيانه. بعد طبعا ما خدونا محتوى وفضلوا يصورونا من كل حته بكل انواع اجهزه الموبايل والكاميرات، جينا بقى نتكلم نقول كلمتين. بص عماله اضحك. تصدقني تلاقيه شتمني، مش عارفه هو قال لي ايه. بس يا جماعه دايما بتساءل، هما المتجوزين لما بيفضلوا واقفين مع بعض كده ويقولوا حاجه، وتلاقي العروسه والعريس بيضحكوا كده ويقولوا ايه. انا مش فاكره ان هي كانت حاجه مضحكه خالص. انا فاكره ان هو مثلا كان بيقول لي هو احنا هنروح امتى عشان ناكل، انا جعان، هو اليوم ده هيخلص امتى. حرفيا انت فاكر انت قلت ايه؟ كنت بقضي استيائي من حاجه. امال انا بضحك ليه؟ عشان ما بينش ان انت قلت حاجه مضايقاك. بس احنا عندنا الحركه دي انا ويحيى ساعات لما مثلا نبقى قاعدين في حته مش عايزين نبين ان احنا متضايقين من حاجه، فهو يكلمني مثلا يقول لي المكان ده معفن قوي، انا اقول له ونعمل كده واحنا اصلا بنشتم في المكان. هوريكم دلوقتي الجزء المحبب الى قلبي، جزء يحيى وهو بيلبسني الشبكه دي اللي هو الذهب اللي بيبقى في الفرح. فطلع بقى في عاده العريس يلبس العروسه الذهب. اول اول حاجه ادوا ليحيى خاتم، بيقولوا له لبسه لها. هو بيعمل لهم البسوها فين ولا ازاي ولا بيعمل لهم كده اللي هو انا المفروض كنت امشي، طبعا يا جماعه عايزه اقول لكم ان شعري كان حلو قوي والفستان كان حلو قوي بجد. انا لما بقعد اتفرج عليهم دلوقتي بحس ان هم حلوين قوي. كنت مطوله شعري في الفتره دي قوي بقى عشان كان يوم الفرح، انا كان نفسي يبقى شعري طويل. طبعا جيت يوم الفرح عييت، ما همنيش ولا شعري ولا لبسي ولا اي حاجه. هنا يا جماعه اكتر لحظه يحيى كان مركز فيها في حياته، مركز قوي. كده جت بقى اللحظه ان هو المفروض يلبسني. انا خايف ليه؟ نيجي بقى على الهبل اللي حصل في الجزء ده. جماعه كان في الشبكه حلق، فالمفروض يحيى كان يلبسوني. طبعا يحيى بيعرف يغسل وشه بالعافيه. تخيلوا ان انتوا بتقولوا له يلا هتلبس بنت حلق، ازاي هو ما يعرفش خالص وفجاه لقى نفسه في ايده الحلقه وقدامه ودني. المفروض يلبسني الحلقه عادي سهل. بصوا طبعا محتاس حوسه. مش عارف يعمل ايه والله. لو بتعمل عمليه جراحيه كانت اسهل من كده. انا عماله اضحك ولا كاني في اي حاجه. يا رب مش عارف. بيقول لهم مش عارف تاني. تمام. ده نجح فيه. تسقيف. بيقول لي وجعتك. وجعتني يا اسطى، وجعتني، بس مش هرد عليك دلوقتي، مش هرد عليك عشان عيب. بصوا بقى الحلقه الثانيه دي بقى. يحيى حاول يلبساني. بصوا بيقول لي تعالي كده شويه، قال يعني هيعرف يلبساني. شوفوا بقى مش عارف يلبساني وانا عماله اضحك. انا بتألم، عارفين ابتسم متألما. انا كنت كده عماله
عايزه اصوت. المهم جت طنط مامة يحيى تلبسوني، فحاولت يا طنط بالراحه لا قلت لها لا يا طنط لا. تقريبا وجعتني بطريقه معينه ان انا قلت لا انا مش قادره البس الحلقه ده، ورحت رفضت. انتوا متخيلين ان هو المفروض لابسه حلقه واحده، المفروض البس الحلقه الثانيه عشان ما نتحركش قدام الناس. رفضت البسها. يسكتوا؟ لا، مامتي تيجي وتتدخل وتحاول برضو تلبسني الحلقه. يا جماعه سيبوني في حالي، مش عارفه البس الحلقه، مش سيبوني. ماما هي بتحاول تاني تلبسني الحلقه، وانا كل ده ودني بقت يعني حقل الاختبارات. والله بالراحه. قلت لهم ولا خلاص كده. بصوا قلت بصوا الرفض. عروسه ترفض ارتداء الحلق في ليله زفاف. قلت لهم لا مش عايزه. قالوا لي طب والحلقه الثاني؟ قلت لها اقلع. انا اول مره ارفض حاجه بالشكل ده. خلاص في 3 حاولوا يلبسوني وما نفعوش. نيجي بقى على لحظة كتب الكتاب واحنا خلاص بنمضي وبنكتب اسمنا على القسيمة الزواج عشان نكون زوج وزوجة. ودي اكتر لحظة انا بحبها في الفرح، واكتر حاجة اكدت لي ان انا مختارة شخص كويس. وبعد بجد مرور 2 حاسة ان انا فعلا يعني يحيى كان اكتر شخص صح كان ممكن اختاره في حياتي. ومش ممكن ابدا في حياتي انه لو اتعاد بيا الزمن مليون مرة ان انا اختار شخص تاني. بس اللحظة دي وانا في وقتها انا طبعا كنت خايفة قوي. يا جماعة انتوا في الفرح بتبقوا خايفين قوي، انتوا بتبقوا بتحبوا الشخص ده وبتبقوا عارفين شخصية بعض وبتحبوا بعض وكل حاجة، بس بيفضل الواحد خايف يكون اختار شخص غلط. انا بدأت احس ان احنا اول ما نتجوز يحيى بقى يتحول يبقى شخص شرير. مش عارفة ليه انا كنت مقتنعة انه الناس بعد الجواز بتتحول، عشان كل الناس كانوا بيقولوا انه بعد الجواز الاشخاص بتتغير وكده. كل الناس قبل الجواز، في الفترة اللي قبل الجواز كانوا بيقولوا لي انت هتتغيري وهو هيتغير، انتوا الاثنين هتتغيروا وهتبقوا مش كويسين زي قبل الجواز وكده. فانا كان دي اكتر حاجة مخوفاني، فانا كنت قاعدة خايفة قوي. بس لما حصلت اللحظة اللي انا هوريها لكم دي بجد اطمنت، يعني جزء مني اطمن قوي وحسيت لا انا اخترت شخص كويس. زوجني وكيلة إسراء نبيل كبير وأنا زوجت إياها وأنا زوجتك إياه وأوصيك من كل خير زواجها الله تعالى خير شيء والله تعالى خير شيء. طبعا دي بجد كانت اكتر لحظة مؤثرة في الفرح كله. لما يعني يحيى، انت كنت بتعيط ليه؟ كنت مبسوط قوي ان يعني اللحظه اللي احنا هنتجوز فيها جت حلوة قوي، كانت لحظة حلوة قوي بجد. يا صغنن بتكسف يا يحيى. بصوا يا جماعه، انا شفت يحيى من هنا بيعيط اسكت؟ لا هو مش احسن مني في حاجه، هعيط انا كمان. يا لهوي انا عيطت بدموع. يعني انا الحاجه الوحيده اقسم بالله اللحظه دي كنت خايفه رعب مش طبيعي، خايفه من الجواز جدا، وخايفه اللي هو خلاص انتوا كتبتوا الكتاب يعني مفيش رجوع. فكنت خايفه قوي بى من اللحظه دي، فابتديت اعيط. هو يحيى بتعيطي من الحب يعني اللي هو اللحظه حلوه. ايوه كانت اللحظه حلوه، بس حسيت قوي ان انا خايفه يحيى اول مره يعرف والله وشه مصدوم. والله العظيم الحاجه الوحيده اللي منعتني ان انا يعني انزل دموع والله الميك اب. قلت لا انا لو نزلت دموع هبوظ الميك اب وشكلي هيبقى وحش، وهنزل هنا نقط سودا على وشي من الماسكارا وكده. قلت لا انا مش هعيط، همسك نفسي. طبعا هتسالوا فين نور؟ انتوا اكيد لغايه دلوقتي جه في بالكم السؤال ده، واخوكي فين؟ انا ما اعرفش. انا لغايه دلوقتي بسال نور انت كنت فين في الفرح؟ هو كان في الفرح حضره كله، انت كنت فين؟ كنت ورا الكاميرا. ليه يا حبيبي؟ مش عارف ساعتها كنت فين اصلا. انا حتى دلوقتي مش عارف انا كنت فين. انت ناسي طبعا كنت فين. ناسي. انت كنت دايخ. انا حاسس اليوم ده انا اصلا ناسيه من حياتي، مش عارف ليه اصلا. بس ما تزعليش. تخيلوا اخوكوا يجي يقول لكم انا حاسس ان يوم فرحكم اتنسى من حياتي. طب اقول لك على حاجه بقى، انت يوم فرحك هيتنسي من حياتي انا كمان. انا مش جايه فرحك انا. ولما تقولي انت كنت فين، هقول لك انا كنت ورا الكاميرا. اصل انا مش فاكره اليوم ده كان حصل فيه ايه. اصل انا دخت. هقول لك انا دخت. ما يصحش. هو اللي انت بتعمله ده يصح؟ يا جماعه اكتبوا لي في الكومنتس رايكم ايه، احضر فرح نور ولا ما احضرش فرح نور؟ انا هنزل لهم بول كده يردوا احضري الفرح ما تحضريش الفرح. لو قالوا ما احضرش الفرح مش هحضره يا نور، على اساس ان نور بقى خاطب ومتجوز وكده، هو ولا اصلا في حد معبره. بتضحك على ايه؟ دي حاجه تحزن. ما ينفعش الكلام ده، خلي بالك. المهم، هل هيعدي اليوم ده من غير ما اوريكم نور؟ لا استنوا هجيبه لكم. ايه البدله الجميله دي يا نور؟ ايه الشياكه دي؟ شكلك كان شيك جدا. يا لهوي ايه الحلاوه دي؟ انت ايه الحلقه الوحشه دي؟ الحلاق لما بيعرف ان انتوا عندكم يوم مهم بيبوظ شعركم، انا مقتنعه بكده. فالحلاق تقريبا هو مش بوظ لك شعرك، هو اهان لك شعرك. هو قال لي مش هينفع الحلاقه دي، قلت له لا لازم تحلقها لي. فقال لي طب براحتك بقى. حلقه الكابوريا دي والله شكلك كابوريا قوي. بصوا يا جماعه، من كتر ما هو مكشر هيجي حد يقول لنور يضحك، بنتصور انا ونور لوحدنا. بص مكشر ازاي. المهم في حد بقى هيقول له بس
مسك البيبيونه. ايه المشكله في البيبيونه؟ لا لا لا، المشكله في وش حضرتك المفروض تضحك. بصوا بقى اول لما قال له اضحك يعني بتضحك عشان الراجل وما بتضحكش عشاني. ده انا ولا كاني كنت في عزا بصراحه. معلش انا مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اقول ايه والله. انا اسف. لو في اي اخ في فرح عمل كده، الاخت المفروض ما تعرفوش على فكره. انا كنت متاثر. انت كنت متاثر؟ انت كنت فرحان ان انت هتاخد اوضتي. انا مش انت قلت لي انا مبسوط ان انت هتمشي عشان هاخد اوضتك؟ اسراء ما ينفعش تقولي كده. يعني ايه ما ينفعش اقول كده؟ ما انت كنت عايز تاخد إسراء اوضتي، ما- ما انت كنت عايز تاخد اوضتي. معلش يا جماعه، انتوا دخلتوا قوي في الامور العائليه، بس مش مشكله، هم اهلنا اخواتنا يعني. انا عايزه اقول لكم انه قبل ما ندخل الفرح قلت ليحيى يحيى انا لابسه كعب عالي وممكن اقع، فعايزاك طول الوقت تفضل ماسكني، عشان لو مثلا عملت كده وقعت يبقى هو ماسكني، ما نخشش في نقطه الفضيحه، يعني ما نتفضحش، لو يقولوا ايه ده دي العروسه اللي وقعت يوم فرحها، شفتوا العروسه. فانا ما كنتش عايزه كده، فقلت له امسكني. هو الحمد لله قام بوظيفه جيده، والحمد لله الحمد لله ما وقعتش طول الفرح. هنا بقى كنا خارجين كيوت. ودلوقتي عشان ما بقاش حرماكم من حاجه، هفرجكم على صور الفرح عشان تشوفوا شكل الفستان، تشوفوا شكل الشعر. بجد انا كل حاجه في اليوم ده كانت عجباني. بجد الفستان ده انا عملته مخصوص عشان ما كانش عاجبني اي حاجه من الفساتين اللي كنت بشوفها في المحلات. هو ده الستايل اللي انا كنت عايزاه. كنت عايزه ابان زي برنسس كده، كنت عايزاه يبقى كورسيت اللي هو ضيق من عند الوسط، كنت عايزه الايدين يبقوا بالشكل ده، وكنت عايزاه يبقى نازل على منفوش، عشان انا دايما من وانا صغيره بحلم ان انا اكون اميره من اميرات ديزني. فهو ده الالهام بتاع الفستان جالي منين؟ جالي من اميرات ديزني. وبس ده كان فرحي. اكتبوا لي لو حصل معاكم كده في فرحكم هتعملوا ايه. بس انا حاسه انه عادي يعني، دي شخصيتي انا اصلا. لما باجي اعمل اي حاجه ساعات بتبوظ مني او حاجات بتتبهدل مني او كده، فعادي صح. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش بجد بجد يا جماعه اكتبوا لي في الكومنتس عايزيننا نعمل ايه في القناه دي، ايه الفيديوز اللي نفسكم تشوفوها اكتبوا لي، والفيديوز برضو اللي هتجيب لايكس والناس كلها تبقى بتكتبها هنعملها ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو فانتوا اكيد مش هتنسوا تعملوا لايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان اول لما انزل فيديو تبقوا اول ناس تشوفوه. وبس كده، باي.